دلوقتي كنا هنحل منين بقى؟ لو ده ايه؟ انا ما اعرفوش، انت تعرفه؟ ضمنت. طب يلا نجرب على عجلك انت، وريني. بص كده، معانا ابو ابراهيم بقى بعد ما طلعناه من هنا. طب اول حاجه انا يعني ايه عاتب على ابو ابراهيم ان هو ما قطعش الحاجه. عمرك ما تجيب حاجه كده لله سالكه كده لله، ما تجيب لناش حاجه عدله. طبعا بالنسبه لي يعني التغليف مش هنقول احسن حاجه، مش هنقول عشان نقول مثلا 8 من 10 ما تلزمناش العلبه. طبعا جبنا السكينه عشان نقطع هنا. احنا بالنسبه للحاجات المدلعه دي هتبقى سهله قوي اللي احنا نقطعها احنا بالشوكه كده، مش محتاجين سكينه. نقول بسم الله كده. بسم الله. ده بالنسبه للمدلعه. احلى حاجه عجبتني في المدلعه على فكره، ما بتعجبنيش مدلعه في اي حته، ان سكرها مظبوط. ما بحبش الحاجه اللي سكرها عالي قوي. فبالنسبه للمدلعه ديت سكرها حلو شويه. واحلى حاجه بقى شويه ايه المكسرات المحطوطين على الوش دول، ظابطين الدنيا. معانا هنا بقى الناحيه التانيه هريسه وعليها حته فستق كده، وحط لك فستق كمان. ناخدها وناخد حته الفستق كده معانا. نقول بسم الله. لا الهريسه بصراحه ربنا ممتازه جميله. واحلى حاجه بقى شويه الفستق ظابطين الكلام كده. لا حاجه نظيفه. واحلى حاجه برضو عجباني المره التانيه، انا ما بحبش الحاجه اللي طبعا الحلويات كلها مسكره، بس دي مش سكره اوفر قوي. معانا بقى حاجه انا يعني قلت له ايه دي، قال لي اسمها بسيمه. ما اكلتهاش اول مره في حياتي يعني. هنا هنستخدم السكينه لان الاستاذه بسيمه دي. بسم الله. واحلى حاجه البسيمه دي بقى اكتشفنا ان هي عامله شبه اللذيذه. ويعني دي اكتر حاجه عجبتني، لان انا بقى بحبش في حلاوه المولد كلها غير اللذيذه. فدي يعني عجبتني قوي قوي قوي، لان انا بحب اللذيذه قوي. نجرب بقى الايه كنافه. شكلها تيجي بالمعلقه. انا مش عارف ابو ابراهيم انت محيرنا معاك ليه كده، بس يا ابو ابراهيم انا مش فاهم. انا مش فاهم والله. انا ما فاهم. بسم الله. بص عشان نبقى صراحه، عجبتنيش قوي. قلنا عليها شويه مكسرات ويعني مظبطين الدنيا فيها، بس يعني هي مش سيئة، بس ما جاتش معايا قوي. ده مثلا 6 7 من 10. ما جاتش معايا قوي. بس وكان عنوان ابو ابراهيم بقى معانا طلعت الشتي مع سيكر. هو هناك كشك كده صغير كده، عبارة عن يعني قد الحيطة اللي انا قاعد عليها دي بالظبط. بس بسم الله ما شاء الله 24 ساعة في ناس. فيعني ربنا يرزقها يا رب ويرزقنا. مع السلامة.